هذا الحلا من ألطف وأفخم الحلويات التراثية العراقية، رغم بساطة مكوناته وطريقة العمل مالته لكن بنكهة مميزة جدا. كالعادة فتحنا كتابنا العتيق ودورنا على الوصفة، طلعناها وبدينا نجهز 10 خواشي من الشكر، خاشوقتين كبار مملية من النشا وربع كذلك. ما عندي ماي ورد، خليت نكهة ورد 6 قطرات إلى 7. خلي كوبين من المي ونخلط المكونات سوية، ممكن تخلون هيل بدل ورد. خلي بعدين على النار كذلك نظل نحرك، من يبدي يثخن راح أخلي ربع كوب من الجوز، هو مكتوب لوز بس ما عندي لوز. ومن تجمد راح نشيلها ونخليها تبرد هيك بكل بساطة. خلوها تبرد راح تشوفون القوام جدا لطيف وجدا ترف. مجرد ما تاكلوا تحس انه ما مسويته، اعتقد لانه يذكرنا بالطفولة والماضي. مثل ما تعرفون فترة الحصار ما كان اكو كثير مواد، فكمية الحلويات محدودة، لهذا يمكن طبعت عندنا صورة عن الحلويات القديمة انه طيبة بشكل رهيب وإلها مكانة خاصة عندنا، خصوصا احنا شياب جيل التسعين العتيجين. رهيبة نكهة الورد، عباك بسم الله تحس نفسك جاي تاكل ورد جوري. هم كاتبين ممكن تخلون هيل بدل مي الورد، بس انا صراحة مو كلش ويا الهيل، حبوا بس مع الشاي والطبخ، بس مع الحلويات صراحة هي ابدا مو ربع. واهم شي التزموا بالرجيم. اشوفكم فيديو جديد.